اللهم افتح القدس. من يفتح لك القدس؟ من هو؟ من هو اللي يفتح لك القدس؟ من هو؟ أنت الله يعينك. أما أننا أجلس في البيت يا الله افتح القدس، والله يقول على طول الآن ويفتح لك القدس. كيف يفتح القدس؟ النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. قدوا رسول الله. النبي ما كان شيء يصلي ويجلس في الجامع ويسبح ويستغفر ويدعي يا الله انصرني على الكفار، يا الله انصرني على بني قريظة. النبي كان يصير يقاتل ويجاهد وبعدها يدعي يا الله انه ينصر وهو في ارض المعركة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين ب3,000 من الملائكة مسومين. تدعي وانت في أرض المعركة بتقاتل وانت بتقاتل تدعي الله ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وانت في أرض تدعي. أما تجلسوا في البيوت تصلوا ذي وتدعي هذا كلام فاضي. هم هؤلاء أصحاب الدجال ما بش فيهم خير. أتحداهم يسيروا ويجاهدوا في القدس هو غير كلام فقط. يصير ما يصيرش أتحدى. منقول لكم ما يفتح القدس وجهة نظري والله أعلم إلا الصعاليك المحبب تلقى في هؤلاء السكارى والمحببين والصعاليك تلقى فيهم غيره على دين الله مع أنه ما بيصليش ولا بيضرب ركعة سكرة عربي. تلقى في غيرة على دين الله. لو واحد يسب النبي والأقسم لا يقوم يشطه اثنين. غيرة حمية سر لا عنده قل لها القدس وهو سكرة قل لها القدس والله لا يفزع الأول والله يصير قبل صاحب الدقن. الآن نتكلم على القدس. احنا من أول نتكلم على أصحاب الدقن مع احترامي لهم. يعني أصحاب الدقن والمسواق هم مسلمين مؤمنين بيصلوا ويصوموا ويعبدوا الله ويذكروا الله ويتصدقوا. أما جهاد قتال حرب